السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون المقدمة النهاردة بتاعت الفيديو عجبتكم. من اول مرة انزلها يا ريت تقولوا لي رأيكم فيها. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة كاملة، اول مرة نعملها مع بعض، يمكن من المرات القليلة اللي عملناها مع بعض. هنعمل النهاردة مكرونة وكفتة، كفتة بانيه وبطاطس محمرة. هنعملهم بطريقة حلوة قوي، فيها نسبة توفير، هي مش نسبة كبيرة قوي بس فيها نسبة توفير. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملناها ازاي. هنعمل مع بعض، نجيب الاول ده، والله العظيم يا جماعه ده رغيف عيش، مش نص رغيف ولا حاجه، ده رغيف عيش. ده كان بايت في التلاجة. انا هجيبه اقطعه وانقعه في الميه شويه، خلاص كده، وهركنه على جنب عبال ما العيش يتنقع معايا شويه. هكون عندي حله على النار فيها ميه بتغلي، هحط فيها معلقه ملح وهسقط فيها المكرونه. ده تقريبا كيس ونص مكرونه سباكيتي. تمام كده. انا بقطع المكرونه نصين، ما بحبهاش طويله قوي، مش بحبها قصيره قوي. بقطع المكرونايه اتنين كده وبقلبها كويس قوي وبسيبها تستوي مع بعضها. خلاص زي ما احنا شايفين كده، قبل ما المكرونه تستوي معايا انا لازم افرفتها كويس قوي بعد ما تنزل في الميه بشويه، عشان اضمن ان هي ما تلزقش ببعضها. وقبل ما المكرونه تتسلق معايا هنبدا نجهز حاجه الكفته. هنجيب هنا بصلايه وسط وهنضربها في الكبه ونحط معاها البهارات بتاعتها. ايه هي البهارات بتاعتها؟ انا بحطيت ملح وملحته، نخلي بالنا ما نملحش قوي لان الكفته بتملح بسرعه. ملح، فلفل اسمر، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، وربع معلقه بابريكا، مش اكتر من كده. يبقى ملح، فلفل اسمر ممكن نحط معلقه صغيره او نص معلقه صغيره، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، وهنحط كمان ربع معلقه بابريكا لتعزيز اللون. لو هي عندي بابريكا مدخنه يا ريت، بس انا بصراحه ما كانش عندي ورحت اشتري، الراجل قال لي لا ما عنديش بابريكا مدخنه. خلاص كده هضربهم ضربه كمان في الكبه. هنا كنت رايحه ابص على المكرونه، هنا كانت المكرونه غليت معايا، من الوقت للتاني لازم اقلبها علشان ما تمسكش ببعضها، خصوصا المكرونه الاسباجيتي. هنا انا كنت عصرت العيش بس الكاميرا ما كانش جايباه، فانا حبيت اوريكم. انا عصرت العيش كويس قوي من الميه، شلته من غير ميه خالص وحطيته في الكبه مع البصل. هديهم ضربتين كمان وبعد كده هبدا احط عليهم اللحمه. ده كان معايا نص كيلو لحمه، جايبه نص كيلو لحمه مفروم زي ما احنا شايفين كده. هنشوف مع بعض دلوقتي في نسبه دهون زي ما احنا شايفين كده، وهحطه في الكبه وهضربه مع الخليط اللي انا عملته. خلاص كده انا كده مش هحط اي اضافات تانية. كل اللي هحطه معايا عودين بقدونس، واحط معاهم كمان ربع معلقه بيكنج باودر صغيره عشان تخليلي صباع الكفته هش، مش عايزاه يبقى مكتوم. خلاص كده هضرب الاول الكفته وبعد كده اديني حطيت، والله يا جماعه دي نص ربطه بقدونس، انا مش عارفه هو في ايه بصراحه في الخضره، بس احسن من مفيش خالص. انا حطيتها واحط هنا ربع معلقه بيكنج باودر صغيره، هما دول كانوا اخر حبه في الكيس، انا حطيتهم وهبدا هضربهم ضربتين كده كويس محترمين لغايه لما توصل معايا للقوام ده. زي ما احنا شايفين لا باين فيها عيش ولا حاجه. انا هنا عندي نسبه اللحمه كبيره، النسبه مش قليله. لو انا عايزه اعملها موفره اكتر من كده هزود اللهم صل على النبي، هحط معايا، ممكن احط بضايه، وممكن ازود كمان البصله، بدل ما بصلايه صغيره يبقى او بصلايه وسط ممكن يبقى بصلتين كبار، واعملها بالطريقه دي. دي طريقه الكفته بتاعت والدتي ربنا يديها الصحه، هي طول عمرها كانت بتعملها لنا، كانت ماما دايما مشهوره بالكفته دي. الكفته نحط فيها رغيف اللي هي بتتعمل بالعيش دي وتتعمل بانيه. خلاص احنا كنا دايما دي كانت من طقوس رمضان عندنا، لازم تكون دي موجوده على الفطار في رمضان. فالاكله دي فعلا رمضانيه، فعلا بتفكرني جدا برمضان. اللهم بلغنا رمضان جميعا باذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله يا رب، وكله على خير وسعاده يا رب يا رب، يكون شهر كريم علينا جميعا. خلاص يا حبايبي احنا هنا بدأنا نعمل الكفتة، نبططها نعملها بانيه. عايزين نعملها مبططة طويلة كده زي صوابع الطويلة كده ونبططها تمام، عايزين نعملها مدورة ونبططها تمام. خلاص كده يبقى انا هنا كمية الكفتة معايا زادت كمية بسيطة. لو احنا عايزين نزود كمية الكفتة ممكن نحط بضاية ونزود بقسماط ونزود كمان البصل، هيدي معانا كمية اكتر وهيزود معانا كمية الكفتة. بس انا بحب دايما زي ما قلت لكم قبل كده، بحب احس بطعم الحاجه وانا باكلها. انا حابه احس بطعم اللحمه، مش عايزه احس باضافات. باضافات ما فرقتش حاجه عن بتاعه الشارع، انما انا عايزه احس بحته اللحمه وانا باكلها. تمام كده يا حبايبي. يعني انا رايي ان انا لو عملتها لاولادي، لو كل واحد خد منها صباعين ويحس بطعم اللحمه، بياكل اللحمه وحاسس بطعمها وريحتها،
احسن بكتير او من ان انا اعملها ازود لها اضافات كتير وادي كل واحد 10 صوابع، مش حاسس فيهم طعم اللحمه خالص. ودي كمان وجهات نظر، ودي حاجه نسبيه لكل واحد. هنا انا كنت خلاص صبعت الكفته وحطيت اعمل هنا الصلصه بتاعه المكرونه. انا بعمل صلصه المكرونه ازاي؟ انا بحط معلقتين كبار زيت او 3 معالق زيت، واحط فيهم فص ثوم مدقوق وقرن فلفل، وهبدا اشوح. بص بقى، انا اول مره اعمل معاكم المكرونه، انا ابني قال لي نصيحه مني يا ماما، ما تعمليش المكرونه دي على القناه. ليه؟ هقول لكم انا ليه بقى. هنا الاول حطيت معلقه بابريكا، قلبتها مع البتاع الزيت، وحطيت عليهم الطماطم عشان تعزز لي اللون. هنا كنت صبعت الكفته نصها كور ونصها صوابع زي ما احنا شايفين كده، وكنت حطاها في التلاجة. خلاص دي هنعملها اكلتين مش اكله واحده. تمام كده. هقول لكم بقى ليه. هنا ابني قال لي ماما ما تعمليش مكرونه على القناه. انا ولادي بيحبوا المكرونه حمراء قوي، انا بحبها نص نص. بصوا الاول انا جيت احط الكفته اللي هي الكور، جيت احطها في العلبه لقيتها طريه قوي، هتمسك كلها ببعضها وهتعجن في بعضها، فقلت لا احطها زي ما هي كده في الفريزر شويه تتشمع، وبعد كده اجي اعبيها في العلبه، فشلتها تاني. خلاص اكملكم حكايه المكرونه. فقال لي ماما بقى عندي بيحبوا المكرونه حمراء قوي، الكشري احمر قوي، صلصتهم كتير. انا بحب الحاجه وسط، ما بحبهاش ولا حمراء قوي ولا بيضه قوي، فانا بعمل مكرونه زي ما انا ما بحبها. هم عايزين اكتر لها الصلصه، فكل مره ياكلوها ما تعجبهمش، يقول لي ماما صلصتها قليله. انا هشهدكم، انتوا شوفوا المكرونه دلوقتي قولوا لي صلصتها قليله ولا صلصتها كويسه. واللي بيحب الصلصه القليله زي يقول، واللي بيحب الصلصه الكتير يقول. هتقولي لي ليه ما بخليهمش شويه صلصه على جنب؟ والله يا حبايبي بنسى، زي ما انا كده دلوقتي نسيت مكان القطاعه التانية وطلعت الصغيره دي، قلبت عليها الدنيا، انا مش لاقياها. ليه؟ لان انا عندي عيب وحش قوي. النهارده بقول لكم اسرار كتير اهو عني. انا موديه شويه وبحب اغير دايما اماكن الحاجه، فكل ما اغير مكان حاجه اقعد ادور عليها في المره اللي بعدها كتير جدا، انسى انا حطيتها فين. رغم ان انا بنسى كتير، بس في نفس الوقت بحب دايما اغير اماكن الحاجه. هنا كانت صلصه اتسبكت معايا والزيت طلع فوق الوش اهو زي ما احنا شايفين. انا بحط صلصه المكرونه قبل ما انسى معاكم، ملح، فلفل اسمر، رشه كمون. تمام كده، ده بحطهم للمكرونه. هنا كانت خلاص شطفت المكرونه بشويه ماء لاني كنت سلقاها بقالي شويه، ورحت جبت قلبتها على الصلصه بتاعتها. وبعد ما اقلبها على الصلصه عندي عود خضره هقطعه عليها واحطه. هي المفروض ان احط اكتر من كده بصراحه، بس برضو نظرا لسوء احوال الخضره في الاسواق المصريه. خلاص، فانا هنا قلبت المكرونه وركنتها على جنب، وحطيت مكانها الطاسه بتاعه الزيت. هنا كنت خلاص قطعت البطاطس وحطيت عليها معلقه خل، انا هسيبها بس شويه صغيرين عبال ما الزيت يسخن. الافضل انت تسيبيها اكتر من كده، بس انا ما سبتهاش كتير. كان هنا عندي كنت حاطه الكفته في التلاجة، طلعتها عشان ابدا اتبلها واعملها بالبيض والبقسماط. خلاص يا حبايبي، فانا طبعا نسيت كنت بقول لكم ايه كالعاده يعني. فهنعمل هنا مع بعض جبنه، ده هنحط فيه البيض اللي هنعمله، ده بيضتين بلدي زي ما احنا شايفين كده الصغيرين. لو احنا عندنا بيض ابيض كبير هنحط بدايه واحده، ولو احتاجنا نزود عشان ما نديرش في الكميات. دلوقتي الحاجه كلها غاليه، مش عايزين نهدر في اي حاجه. لو انتوا عندكم الولاد زي ولادي بيحبوا البقسماط والبيض اللي يفيدوا، اقلبهم في بعض واقله لهم، مفيش مشكله لو زودنا البيض. انما لو انت عندك الباقي بترميه يبقى حرام، اعملي بضايه ولو احتاجتي تاني حطي. تمام كده. لازم نتعلم التوفير، مش عشان الحاجه غاليه وبس، لا عشان حرام نعمه ربنا ان احنا نرميها، ده شيء نفسه حرام. يعني حتى قبل الحاجه ما تغلى قوي كده بستحرم ارمي حاجه، لان النعمه النهارده عندنا بكره ممكن ما نلاقيهاش، وده فعلا اللي حاصل في الايام دي. في ناس كتير قوي مش لاقيين النعمه اللي عندنا، وربنا يرحمنا جميعا يا رب. هنا كانت زيت معايا ساخن زي ما احنا شايفين، حطيت اول طاسه بطاطس، وهروح اعمل الكفته في البيض والبقسماط قبل ما البطاطس تتحمر معايا. هنا انا قلبت البيض برشه ملح، فلفل اسمر، رشه ملح صغيره قوي عشان ما تملحليش الكفته، فلفل اسمر ورشه جنزبيل، وقلبتهم كويس قوي. هنا كانت عندي البقسماط، حطيت عليه معلقه نشا وهقلبهم في بعض. هنا حسيت ان البقسماط هيبقى دلع شويه، حطيت رشه دقه صغيره. ايه رشه الدقه دي؟ عباره عن ايه؟ ملح وكمون ملح وكمون وكزبره. دي دقه بعملها كده عاديه لما بحب احطها على ايه، على مثلا طماطم، على حاجه عندي ساعات بيحبوا يحطوها على الاكل. فهي بس عباره عن كده، ملح وفلفل اسمر ملح وكمون وكزبره. حطيت رشه صغيره بس مش كتير، اني ما كنتش عايزه ابهر البقسماط. خلاص كده. لو انت حابه تجيبي بهارات الكفته وتحطيها على الكفته يكون افضل بصراحه، لاني انا بصراحه ما كنتش عامله حسابي ان انا هعمل كفته خالص. انا جت الفكره على اخر لحظه، فاستكفيت بالبهارات اللي عندي في البيت. تمام كده. فهنا هبدا احط الكفته في البيض والبقسماط في البيض، وبعد كده احطها في البقسماط، وهبدا اركنها على جنب كلها لغايه لما البطاطس تتحمر معايا.
ليه؟ لان الكفته بتتحمر بسرعه، اللحمه ما بتاخدش وقت في السوا، فبتاخد لون معايا بسرعه. فانا الافضل ان انا اكون مجهزاها كده واخدها معايا على الطاسه على طول. تمام كده يا حبايبي. انا هنا كنت خلاص عملت الكميه كلها، وكنت طلعت تقريبا اول طاسه بطاطس، مش فاكره طلعت اول طاسه بطاطس ولا لا، هنروح نشوف مع بعض. هنا زي ما انتم شايفين انا البيض اللي اتفضل حطيت عليه شويه بقسماط صغيرين وركنتهم على جنب عشان ابقى احطهم في الطاسه بعد ما بخلص. تمام. هنا كان خلاص طلعت البطاطس كلها وبدات احط في الكفته. هنا هقليها معايا زي ما احنا شايفين الزيت سخن، والكفته عندي اللحمه المفرومه ما بتاخدش سوا، مجرد انها ايه بتشم النار بتستوي. هنا ديت رشه كركم، رشه كاري. انا كنت عامله خلطه للبطاطس المحمره كانت تحفه جدا. شويه كاري على شويه بابريكا مدخنه، كانت بتخلي البطاطس في حته ثانيه خالص. لا تجيبي بهارات من عند العطار ولا حاجه انت مش عارفه اصلا داخلها ايه، انما لا دي كانت رشه شويه كاري وشويه كرك، شويه كاري وشويه بابريكا مدخنه، بتحطيهم على بعض مع معلقه ملح تبقي ترشيها على البطاطس. بس كانت الخلطه دي عندي خلصانه، وزي ما قلت لكم ما عنديش بابريكا مدخنه، فحطيت رشه كاري ورشه ملح صغيره وقلبتهم. خلاص كده تمام. وجبت الطبق اللي انا هقدم فيه فضيتها فيه. هنا حطيتها في النص عشان احط حوالين منها الكفته، وغيرت المنديل واحط منديل نضيف عشان اطلع عليه الكفته ويشرب الزيت بتاعها. هنا كانت الكاميرا ما جابتش وانا بقلب الكفته، كنت قلبتها وطلعت تقريبا الطاسه الاولانيه، ودي كانت الطاسه التانية. تمام كده يا حبايبي. زي ما احنا ملاحظين ان الكفته كشت معانا. ليه الكفته كشت؟ لان كان فيها نسبه كويسه من الدهون، رغم ان انا حطيت لها رغيف عيش، بس رغم كده ما منعهاش من ان هي تكش. خلاص. هنا بص زي ما احنا شايفين الكفته طريه وجوس ازاي معانا، بجد كان طعمها تحفه جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا كانت خلصنا بقيت كميه الكفته معانا ورصيناها في طبق التقديم عشان نقدمها بالطريقه دي. دوت اقل من نص كيلو كفته، اقل من نص كيلو لحمه مفرومه. احنا اتفقنا هنا احنا تعتبر خدنا ايه التلت والتلتين. التلتين عملناهم كده بانيه، والتلت التاني عملناه كور صغيره. ده ممكن نعملها داوود باشا، او ممكن نشوحها كده ونعملها مع بطاطس، هتبقى برضو طعمها حلو وشويه رز. هنا انا زينت بفلفل اخضر واحمر شطه، انا بحب الفلفل الشطه جنب الاكل، فقلت ازين بيه واكله كده معايا بدل ما احطه صحيح على الاكل. وهنا بدات اطبق الكفته اهو معانا بألف هنا وشفا، وهنبدا نغرف المكرونه ونشوف معانا. ده يا حبايبي لون المكرونه اللي انا بحبه من غير طريقه. اللي يحب يزود اللون ويزود الصلصه فدي برضو حاجه بترجع له، بس انا بالنسبه لي كده كانت تحفه جدا وعجبتني جدا وكلت منها قوي. مش كل الناس بيعجبهم اللون ده. انا عندي اختي بتحبها حمرا جدا، وعندي ولادي بيحبوها برضو حمرا. عندي لا واحد من ولادي اللي بيحبها حمرا قوي، انما بقيت ولادي عادي بياكلوها كده زي. هنا طبعا كالعاده الموبايل وقع عليا فكنت بمسكه بعدله. فاللهم صل على النبي. ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ويا ريت نشير على قد ما نقدر. عايزين نعمل لايكات على قد ما نقدر. ما ننساش يا حبايبي عشان القناه تترفع معانا. خلاص انا قربت اجي للمده المسموح بيها ولسه ما حققتش شروط اليوتيوب، فيا ريت تساعدوني على ده. خلاص. هنا كانت المكرونه بجد طعمها حلو قوي، والكفته كان طعمها حلو. هوريكم دلوقتي ده البقسماط، دي قطعه البقسماط، هي عملت قطعه واحده معايا. دي البقسماط اللي انا قالتها للولاد، انا مش بحبها بس عندي الولاد بيحبوها. ودي كانت الكفته معايا زي ما احنا شايفين كفته خالص اهي. ويا رب يكون الوصفه عجبتكم، واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.